قفلنا في الحلقة اللي فاتت بعد ما كلم بطلنا أبو مهروش الحاج أكاشي واتفقوا سوا على إن لويد هيعمل لهم تلاجة وأوزان تقيلة يتمرنوا بيها. في مقابل الحاجات دي لويد هيحصل على 120 عامل من الأورك يساعدوه في استخراج الفحم، وكمان على الأدوات الذهبية اللي الأورك بيستخدموها في التدريبات بتاعتهم. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة واربط الأحزمة ويلا بينا على الفيديو. بنشوف بعدها جابر واقف مستغرب وهو بيقرأ العقد اللي تم توقيعه. بيسأل جابر بطلنا عن التلاجة اللي هو كاتبها دي وايه وظيفتها، وبيقول في نفسه ان شكلها كده اختراع جديد من بتوع لويد. بطلنا بيقول له بص يا معلم، في العصر الملكي والاماكن دي في سحرة بيستخدموا سحر الجليد لحفظ الطعام، والتلاجة دي حرفيا بتعمل نفس وظيفة السحرة دول. جابر بيقول له معلش بس فهمني اتعلمت دي فين بقى؟ بيقول له لويد اتعلمتها وانا لسه طالب صغير، ولو كترت في الكلام هقول لك اتعلمتها عند مين وهتزعل من كلامي. المهم حاليا هي الادوات اللي هنحتاجها لصناعة التلاجة، واللي هتبقى عبارة عن غرفة تبريد مصنوعة من احجار الجرانيت. جابر بيسأله ازاي هنقطع الصخور دي مع ان شكلها في غاية الصلابة. لويد بيقول في نفسه ان تفتيتها لقطعة كان هيحتاج لمتفجرات بالفعل، ولكنهم حاليا في عالم سحري وعندهم فرسان اقوياء. بيبص لويد بعدها ناحية جابر وبيقول في نفسه ليه نعمل متفجرات وندفع فلوس واحنا عندنا متفجرات بشرية اساسا؟ بيفهم جابر من نظراته ليه انه هيستغله، ولكنه برضه مش بيتكلم معاه كده. لويد بيعرفنا ان الرواية كان فيها مدينة مشهورة اسمها مدينة نام. المدينة دي تم حاططها بحاجز مصنوع بالكامل من السحر الظلامي، ووظيفة جابر وقتها كانت انقاذ المواطنين. جابر وقتها ما كانش ضعيف ابدا لانه كان من رتبة سيد سيوفه، وكمان كان بيمتلك 4 دوائر سحرية بحالهم. رغم قوة جابر الكبيرة دي كلها الا انه ما قدرش يخترق الحاجز مهما حاول. جابر وقتها رفض انه يستسلم، ومن كتر المحاولات صنع تقنية جديدة وفيها بيستخدم دايرة واحدة لحماية قلب المانا والثلاثة التانيين بيدمجهم سوا. التقنية اللي عملها دي في البداية ما كانش ليها اسم، ولكنها عملت ما يشبه الانفجار، والانفجار ده دمر الحاجز كليا وبكل سهولة، واتعرفت المهارة بتاعته بانفجار المانا، ومن وقتها بقت المهارة دي احدى اشهر التقنيات جنب مهارة جوهر عاشوراء. في الحاضر بقى لويد بعد ما بيشرح لجابر مطلوب منه يعمل ايه بيقول له تقدر تعمل كده ولا احاول ابسط لك الموضوع؟ جابر بيقول له ابوس دماغك عرفني بتجيب الحاجات دي منين، ولكن لويد بيرد عليه بانها بتيجي فجأة على باله زي افكار العصرية كده. لويد بيستخدم مهارة تغيير الموضوع وبيقول له جرب المهارة بقى وانت ساكت. جابر بيقول له انا عارف انك مش هتديني حاجة ببلاش واكيد عايز مقابل. لويد بيقول له ان اي مقابل هيحتاجه هيخدم بلدهم، وعشان كده جابر بيستسلم وبيمشي بعيد عشان يجرب يعمل زي ما شرح له لويد. بمجرد ما بيمشي على الخطوات بالفعل بنشوف المهارة بيتم تفعيلها، فبيقول لويد من اول مرة يا ابن اللعيبة بقى ما كنتش انا بقى جابر وهو الكائن اللي اسمه لويد ده. من وسط الغبار جابر بيطلع بهدوم مقطعة وبيكون شايف ان شكله سروال، فبيقترب من لويد وبيسأله انت كنت عارف ان ده هيحصل مش كده؟ بيرد عليه لويد بانه ما كانش يعرف وبيعتذر له كمان. اعصاب جابر بتهدى من كلامه كمان لانه علمه مهارة جامدة، وعشان كده بيسأله تحب اعمل لك ايه في المقابل يا نجمة؟ رضا جابر عنه بيعلى شوية وبيوصل لسالب 11 من الحركة دي. من بعد الموقف ده بدأت عملية البناء تشتد وتحتد بسرعة الصوت والضوء سوا، والعملية دي كانوا بيشاركوا فيها كل أتباع لويد بمن فيهم الأوركا، حتى ما هم كانوا بيستغل الفرصة في فرد عضلاتهم على العمال، وكمان عشان يمرنوا عضلاتهم بيها بدل استخدام الحديد. تدخل الأورك بالشكل ده بيخلي لويد يطير من الفرحة، وبيقول كده العملية هتخلص أسرع ب5 أضعاف. كل اللي محتاجينه حاليا بس شوية تلج وعوازل وخلصت الحدوتة. بيكسر لويد حاجز صمته وبيسأل جابر العمال بقالهم قد ايه بره، وبيرد عليه جابر بانهم اليوم هيبقوا كملوا 3 أسابيع بالظبط. جابر شايف انهم مش محتاجين لكل الوقت ده للوصول لمكان المواد المطلوبة، وعشان كده فاهم انهم بيتكاسلوا او في مشكلة حصلت لهم. لويد الجدع بيقوم على طول وبيقول له يلا بينا نروح ندور عليهم في الحال. جابر بيقول له سيب لي انا الطلعة دي يا نجم وخليني اروح اجيبهم وارجع، ما انت برضو الوريث التالي لبارون اركو، ما ينفعش تجازف بحياتك زي العبيط. لويد بيقول له كفايه كلام افلام وخليه احسن لعلام، ما انا قلت لك 100 مره ان الجنود بتوعي لو في خطر مش هعرف انام، ولازم اروح اطمئن عليهم بنفسي عشان عقلي يكون في حاله سلام. في طريقهم للبحث عن العمال بيلاقي لويد القفاز بتاعهم، وبيقول انهم اكيد حصل لهم حاجه لان القفاز ده فاجر ومحدش يفرط فيه بسهوله. جابر بينادي عليه وبيقول له بص يا عم البتاع اللي هناك دي،
وبيحاول كمان يشاور له عليها، ولكن لويد نظره ضعيف. جابر بيقول له الملخص ان تدفق المانا هناك غير مستقر ولكني مش عارف السبب. لويد بيفتكر ان اسم المنطقة اللي هم رايحينها برويا، وبيقول انه فاكر ان في حلقة كاملة كانت بتتكلم عنها. علامات الرعب بتملى وش لويد لما بيستنتج حاجة مهمة، ولكنه مش بيقول لنا كالمعتاد عشان السسبنس. جابر بيلاحظ الخوف على وشه فبيقول له مالك يا اسطى بس في ايه؟ لويد بيضطر يرد عليه اخيرا ويفهمنا اللي بيحصل، وبيقول له اتحرك بسرعة على احسن رجالتنا احتمال يكونوا ماتوا. لما بيتقدموا شوية اكتر بيلاحظ لويد وجود القشة على الارض، وبيفهم انهم كده ماشيين صح في اتجاه العوازل. بيكمل مشي ورا القش ده لحد ما بيوصل عند كهف كبير، وبيقول ان ده المدخل بتاع دنجون لوبلان. في الرواية فده المفروض يكون اول دنجون جابر هيدخله لوحده، وهيعمل كده لانه مخبأ ساحر الظلام لوبلان وهو كان بيدور عليه. غضب لويد بيوصل للمستوى مليون من افكاره دي، وبيقول بقى بعد كل التخطيط اللي انا عملته يجي واحد زي ده يموت العمال ويبوظ لي كل حاجة. وسط ما كان بيكمل بانه لازم يقتله بيتفاجأ بجابر بيدخل الكهف بشكل متهور وبيقول له خليك ورايا. العبيط من غير ما يقصد بيدوس على فخ بما انه داخل الكهف متعصب، ولكن لحسن حظه لويد عارف كل حاجه في اي حته وبينقذه على اخر لحظه وبيقول له يا اسطى انت متاكد انك فارس بجد وجاي تحميني؟ شكلك كده محتال وجاي تموتني وتقول اوبس بالغلط. لويد بيقول في نفسه ان جابر حتى في الحكايه بيلبس في نفس الفخ ده برضه، واللي بيحصل بيخليه يدخل الدنجون وهو مصاب زي العبيط. لكن من بعد سقوطه في اول فخ مش بيلبس في اي فخ غيره الحمد لله. السبب في كده انه كان بيستشعر بعدها وجود المانا الغير مستقره في الدنجون، وعشان كده لويد بينصحه يبدا يركز على نفس الشعور اللي حس بيه من شويه ساعه ما قال ان المانا في الجو غير مستقره. جابر عبقري فاجر زي ما احنا عارفين، وعشان كده بيشوف الفخاخ بعد ثواني وبيبدا يتحرك بكل ثقه من بعدها، وهو بيقول للويد خليك ماشي ورايا بالظبط. جابر بيقول في نفسه لويد ممكن يكون بيعمل نفسه عبيط لما بسأله عرفت منين اي حاجة، لكن اللي هو مش واخد باله منه انه بيتعامل مع فارس جامد زيي، وانا واثق انه عارف اللي بيحصل حاليا وكمان اللي هيحصل في المستقبل. اللي انا مش فاهمه بقى هو ازاي تكون حصلت له كل التغيرات دي مع اني مش حاسس ان في اي تغيرات في المانا او الطاقة الخاصة بيه. كل الافكار دي الصراحة موتاني لاني مش فاهمها، ولكن الاهم حاليا هو التركيز على المهمة دي. في اعماق الكهف نفسه بقى بنتعرف على ساحر الظلام لوبلان يا صديقي. لوبلان لما بيشعر ان في فخ اتفعل بيقول اكيد في شخص دخل المكان، بيسأل نفسه لو كانوا الناس دول هم فريق الدعم واللي جايين يدوروا على الاشخاص اللي انا خطفتهم من فترة، لكن ده كله مش مهم حاليا لانهم اكيد ماتوا من الفخ الفاجر اللي انا عملته. نركز احنا بقى على التجارب اللي كنا بنعملها، ويا ريت المرة دي التجربة تنفع مش زي المرة اللي فاتت. لوبلان بيسحب احد العمال من شعره واللي بيكون عمال يصرخ ويقول له سيبني يا متوحش، بيرميه في وسط احدى دوائره السحريه وبيقول له انه بس عايز يضحي بيه. بيتاكد من ان كل المكونات المطلوبه لقبول التضحيه موجوده، وبعدين بيلوح بالمنجل بتاعه، ولكن قبل ما رقبه العامل اللي حزين تطير بيسمعوا صوت واحد بينادي على لوبلان. الشخص ده بيكون لويد اللي مفعل وش ابو الهلو وبيقول ياض يا ساحر يا عبيط انت ابعد عن رجالتي والا هعمل منك طاجن لحمه عشان جعان. لوبلان بيرفض انه يواجههم بشكل كامل وبيقول انهم نجوا من الموت واكيد اشخاص اقوياء لاني كنت حاطط اكتر من 100 فخ في الكهف ده، عشان كده بيستخدم اخر وسيله حمايه موجوده بالنسبه له واللي بتكون جدار عملاق من الفولاذ بيعزله عنهم. بمجرد اغلاق الباب بيتنبأ لويد باللي هيحصل تاليا فبيكتم نفسه بسرعه. لوبلان وقتها بيقول انا استخدمت عليهم غاز النوم وكلها شويه وهفتح الباب وهحصل وقتها على عينتين كمان غير العمال. في الناحيه التانيه بيكون لويد فعل مهاره المنشط وشغال حفر في الارض من غير تعب. بيقول جابر مش محتاج يكتم نفسه ابدا لان الارق اللي عنده اداله مناعه من اي حاجه فيها نوم. ده غير كمان ان مهاره التجريف عندي فجره وملهاش حل، وكل اللي محتاجه بالظبط حوالي دقيقتين بس واوصل الناحيه التانيه. جابر وقتها ولاول مره بيفكر في نكته وبيقول انه هينادي لويد بالخلد بعد كده عشان سرعه حفره. فور وصول بطلنا لجزء صلب تحت الارض بينادي على جابر وبيقول له تعالى ساعدني يا اسطى مش عارف اكمل حفر بسبب الحجره القويه.
الرواية. جابر بيروح هناك وبيستخدم مهارة انفجار المانا اللي فرحان بيها على الصخور. الانفجار اللي بيعمله بيكون شديد القوة لدرجة انه بيظهر بوضوح قدام الساحر، واللي بيسقط على الارض من شدة الخوف وهو بيقول الحقيني يما الحقوني يا ناس، مش هعمل كده تاني وهبقى ساحر طيب خلاص وعنده احساس. من الحفرة بيبدأ لويد يطلع وكأنه زومبي بيخرج من تحت الأرض وبيقول للساحر صباحك زفت على دماغك ياض يا ساحر، أول مرة تشوف دخول رايق بيسبب حرايق بجد مش كده؟ الساحر بيكون على وشك انه يبكي من الخوف وبيقول مين الوحوش البشرية دول. بيلجأ لاستخدام اقوى تعويذاته السحرية واللي بتكون تعويذة استدعاء، ومنها بنشوف ظهور وحش غريب عامل زي التوأم الملتصق معرفش ليه. لوبلان بيقول ان التعويذة الاصلية اللي فيها طقوس التضحية عمالة بتفشل، ولكني على الاقل عرفت استخرج منها تعويذة تانية وصنعت وحش الغول سريع المفعول. لويد بيقول هزيمة الوحش ده المفروض صعبة ولكنها سهلة طول ما انا المسؤول، وبيطلب من جابر يركز على رجل الوحش على طول. المشكلة انه لما بيبص جنبه بيتفاجأ ان جابر فلق الوحش نصين بالفعل اساسا بعد ما استخدم عليه تقنية انفجار المانا قاطع المطورة من انفجار المانا العادي. الساحر لما بيشوف هجوم جابر وقوته بيقف في مكانه معلق وبقه مفتوح، وبيكون لويد حرفيا عنده نفس رد الفعل برضه ولكن بقه مش مفتوح قوي. لويد بيقول ان مهارة انفجار المانا القاطع دي مش موجودة في الرواية نفسها حتى، وده معناه ان الفجر ابن الفجر اللي جنبي ده فشك الرواية وطلع براها. الساحر في الناحية التانية بيكون مفزوع وبيقول شكلهم الاتنين خلاص هيموتوني، اقول لهم ايه يا ناس عشان يسيبوني؟ هل لو طلبت منهم يسامحوني هيرحموني والله هيعملوا مني شوربة فراخ وياكلوني؟ اسئلة كتير كانت على بال الساحر ولكنها كلها انقطعت لما لويد قرب منه جامد وقال له خطفك للعمال بتوعي يأخر عملية البناء اسابيع، تفتكر هتقدر تعوضني ولا اخد حياتك وخلاص؟ الساحر بينبطح قدامه وبيقول له سامحني يا باشا سامحني ارجوك، ولكن لويد بيقول له مفيش سماح ولا امها حتى من غير ما تعوضني. لوبلان بيقول له الكهف ده كله مليان بادوات اسعارها غاليه وتقدر تاخدها كلها لو كنت عايز يعني يا معالي الوزير. بابتسامه عريضه لويد بيقول له انت تقصد ان كل حاجه هنا ملكي يعني خلاص بما فيهم حياتك؟ وسط ما كان بيقول له الساحر ان كلامه صح فعلا بينادي عليه جابر وبيقول له ان العمال كلهم بخير ولكن صحتهم زباله من قله الاكل. لويد بيقول للساحر الجنود كانوا خلاص هيموتوا كمان كام يوم بسببك، وعشان كده على الأقل عرفني كنت عايز تعمل بيهم ايه. الساحر بيقول له أنا كنت بعمل أبحاث عن إعادة الموتى للحياة بأي شكل. لويد بكل هدوء بيقول له يا سلام يا اسطى مصدقك بجد، كمل حكايتك، كمل هبدك، كمل زارتين كمل. الساحر بصوت متقطع بيرد عليه وبيقول له أنا كنت عايز أرجع مراتي وابني للحياة يا سعادة البيه، زمان كنت ساحر في قصر حاكم قوي وطيب ويعتمد عليه، كان بيعاملني كويس ولكني عرفت بعد فترة السبب كان ايه، الراجل كان عايز يخطف مرتي فهربت بيها وانا معيش ولا حتى جنيه. قبل ما يكمل اي كلمة كمان من حكايته لويد بيقول له كفاية لحد هنا خلاص يا اسطى، لحسن كده انت شوية وانت اللي هتبقى بطل الحكاية مكاني. اللي انا مش فاهمه بقى هو ازاي انت هترجعهم للحياة بالشكل ده، وازاي هتقول لهم انك عشان ترجعهم خلصت على مئات البشر، ده غير كمان ان تجربتك مش هتكون ناجحة بشكل كلي وعيلتك مش هترجع هي نفسها. ما شفتش الغول اللي انت عملته من شوية كان شكله عامل ازاي؟ ده كان سايح على بعضه وكأنه بسكوت لسه طالع من كوباية شاي. كمان ازاي ما خدتش بالك ان كل الناس اللي قتلتهم بسبب التجارب يبقوا شبهك وكانوا عندهم عائلتهم الخاصة ولكنك حرمتهم منها بس عشان تخلي نفسك سعيد. كلمات لويد بتتسبب في بكاء لوبلان ولكنه بيبقى عارف انها دموع التماسيح. مع كده فلويد بيقرر يمنحه فرصة تانية وبيقول له هبعت رجالتي بعدين ياخدوا منك الادوات الغالية، بس خلي بالك كويس يا اسطى ان دي فرصتك الوحيدة والاخيرة حرفيا في حياتك دي. الساحر بينبطح من تاني وبيقول له ما تخافش يا باشا انا هستغل الفرصة دي احسن استغلال. لويد بيفتكر الموقف ده من الحكاية وبيقول جابر سامح لوبلان برضه في الرواية. سوء افكار لوبلان من بعدها فضل يزيد وللاسف تجاربه فضلت شغالة لحد ما قتل اكتر من 100 بشري وطور من جسده بشكل غريب. السبب اللي مخليني انا كلويد امشي واسيبه حي هو بس الخوف من جابر، لانه في الكام يوم اللي فاتوا شافني بعمل حاجات كتير وكأني عارف المستقبل. طبعا ده مش معناه اني هسيب وحش ضخم زي ده يخرج من هنا ويدمر الارض، ما انا عارف كويس ان لوبلان مش هيسيبني امشي سليم وهيحاول يهجم عليا من الخلف. لويد بيبص له لحظتها وبصوت حاد بيقول له قلت لك مالكش غير فرصه واحده بس ولكنك للاسف خلاص ضيعتها. نهايه جملته دي بتكون حرفيا اشاره لتدخل جابر اللي بيطير دماغ الساحر تماما. لويد بيفتكر بعدها شويه احداث من حياته اللي فاتت لما كان في شخص اسمه علاء دايما بيتنمر عليه. لويد سنه كان صغير
صغير وقتها وعشان كده ما كانش عارف يتعامل ازاي في المواقف دي، وعشان كده كان بيكتفي بس بانه يعتذر لعلاء يمكن يسيبه في حاله بعد فترة. كل اللي لويد عمله ده ما كانش ليه اي معنى وللاسف يا صديقي، فرغم انه حتى كان بيرحب بيه لما يوصل المكان وقبل ما يمشي منه، الا ان علاء فضل يشتم فيه في كل مرة رغم ان رتبتهم الاتنين قريبة من بعض. الغضب جوه لويد فضل يتراكم بسبب الاهانات المتكررة، ولكنه كان مسيطر عليه لحد ما جه اليوم اللي علاء زودها فيها جدا وجاب سيرة علب بطلنا على لسانه. لويد لحظتها ما قدرش يمنع نفسه وشحن قوته كلها في قبضته، واللي بيها هاجم وش علاء بقوة كبيرة جدا لدرجة انه كان هيبططوه. العمال زمايله خدوا بالهم من اللي بيحصل فسابوا الشغل بتاعهم كله فورا. لويد ما كانش مهتم ابدا بمين ممكن يشوفه او اي حاجة تانية، وفضل يضرب في علاء لحد ما العمال اخيرا افتكروه وراحوا يمنعوه من تحطيم جسد علاء الحزين، رغم انه افتكر انه هيتحط في مشكلة كبيرة جدا قريب بسبب اعتدائه على زمايله. الا ان اللي حصل كان غير كده خالص، وبقى علاء لما بيشوفه بيمشي الناحية التانية. لويد بيقول من الحكاية دي اتعلمت ان بعض الناس ما تنفعش معاهم المعاملة الحسنة صراحة، فلما بشوف بعض العقوبات بتاعت الجرائم في التلفزيون بضحك، وبقول ان العقوبات بتاعت المجرمين محتاجة تكون صعبة عليهم عشان يغيروا من نفسهم. في طريقهم للعودة لقرية الأورك بنشوف ان العمال هيموتوا من التعب. لويد بياخد باله ان حالتهم الصحية وحشة وكمان شايلين اوزان تقيلة، وعشان كده بيطلب من واحد منهم يديله حقيبته كلها. الواد لما بيحاول يعترض بيتعصب لويد عليه وبيقول له يا ده انا مش عايز اساعدك، انت بس لو اغمى عليك هضطر اشيلك انت والشنطه. بياخد بقيه الحقائب من العمال التانيين كمان وبيقول لهم اللي هيقول لي فيكم ما تشيلش الشنطه عشان تقيله هشغله 520 سنه جنب توريس. العمال وقتها طبعا بيكونوا في حاله من التاثر التام وبيقولوا لويد قلبه طيب بجد. جابر بيقول انا ما بقتش فاهم هو بيعمل كده عشان الجنود ده ولا خايف بالفعل لحسن يضطر يشيلهم. حاجه واحده بس اللي اعرفها حاليا وهي ان نظرة العمال للويد اختلفت تماما، ودلوقتي شايفينه بطل بيحاول يساعدهم بعد ما انقذهم بنفسه من التجارب البشرية. النظام بيطلع لبطلنا وقتها وبيقول له مبروك شهرتك زادت بس كده. لويد بيرد عليه وبيقول له مش عايز الهبل ده، يا تجيبني قطع علاقات يا ما تطلعش تاني ابدا. بعد فترة من الحوار ده بنشوف ان غرفة التبريد او التلاجة شبه اكتملت. مهروش بيكون حاسس بخيبة الامل لما بيدخل جواها، وبيقول للويد ان حرارتها عالية والاكل هيبوظ برضه. لويد بيقول له ما تخافش يا نجم ده بس عشان لسه ما جبناش التلج. مهروش بيقول له شكلك جديد على الصحاري يا اسطى، ولكن لو ما تعرفش فهي ما فيهاش اي تلج يعني. لويد بيقول له الامر بسيط ولو ما فيش تلج هعمله انا عادي من الصفر. خيبة امل مهروش بتكون عماله تزيد مع كل كلمه بيقولها لويد، وكمان ابتسامته المستفزه اللي شكل ابو الهول من غير مناخيره مخليه يخاف. النظام بيطلع لبطلنا وبيقول له مهروش بدا يفكر جوه نفسه انك مجرد محتال. بيوضح له ان مهروش مش مجرد اورك غبي زي ما كان هو فاكر في البدايه. وسط ما كان لويد بيقول له انا عمري ما قلت انه غبي، بنشوف انه مهروش قدر يتغلب على افكاره السلبيه وبيقول ان لويد انقذ حياته. للسبب ده بيخرج تاني من التلاجة عشان يسيب لويد يكمل شغله على راحته. بمجرد ما بيمشي جابر بيسال لويد هتعمل ازاي التلج ده يا اسطى بالظبط. لويد بيسكت للحظات وبعدين بيقول له سؤالك حلو قوي يا اسطى، ولكن اجابته مش عندي للاسف. صدمة جابر بتوصل للمستوى مليون وبيقول لويد شكله رجع لايام النصب بتاعت زمان. بيسأله انت كنت عايز تخدعهم ولا ايه حكايتك بالظبط يا عم الهمج انت؟ لويد بيصدمه برده وبيقول له تعرف ياض يا جابر ايه مشترك بين الناس الفاشله؟ كلهم بيعملوا لنفسهم الف حاجه عشان ما يبداوش ولا يحاولوا في اي حاجه، دايما عندهم سبب يخليهم فاشلين واغلب الاسباب دي بيكون سببها الخوف، لكن الناجح الفجر اللي زي كده وملوش حل بيقبل اي مهمات مهما كانت صعوبتها، وبعدين باستخدام قدراته العقليه والزرتنجيه بيحل المشكله دي. جابر مش بيقتنع بربع جنيه بكلامه وبيقول في نفسه الواد ده شكله جاب العيد، الظاهر اني لازم ابدا اشوف عيله تانية والسيد شاب جديد. في ليله نفس اليوم لويد مش بيكون عارف ينام وقاعد سهران سرحان. بيقول خلينا في البدايه نصنع قالب تلجي ضخم لحجمه والخطوات هتكون كالتالي. اول حاجه شوبر وبطه هيروحوا يجيبوا الميه من البحيره المجاوره ويملوا القالب بيها. الخطوه الثانيه المفروض اني اجيب ساحر يجمد الميه، ولكني معرفش اي ساحر جليد هنا. طب خلينا في حوار السحر ده نفسه ازاي بيشتغل اساسا، وهل لو عرفت الخصائص
بتاعته أقدر أستخدم أي عنصر أحبه ولا إيه الكلام. خلال الأيام اللي فاتت وأنا بتمرن على امتصاص المانا فهمت شوية عنها، ومع إني لاحظت آلية صناعة المانا في الجو زي أحوال الأكسجين كده، إلا إني مش فاهم إزاي أخلي المانا تخضع للإرادة الخاصة بيا. في اليوم التالي بيبدأ لويد إنه ينفذ الخطة وبيملى قوالب بالمية فعلا، بيحط إيديه جواها وبيقول إنه عنده حل تاني عشان يخليها تبرد جامد. الحل ده هيكون إني امتص كل جزيئات المانا باردة وأسيب الدافية بس ورايا. يا دراعي، بالغلط سخنت المية بدل ما بردها. جابر بيكون بيتفرج على كل اللي بيحصل ده وبيقول انا ما كنتش مرتاح له في البداية. حوار ان احنا نبدأ مشاريع ما نعرفش فيها حاجة ونكتشفها بعدين ده مجرد تهور، لكن الصراحة اللي انا شايفه قدامي ده خلاني انبهر واغير وجهة نظري او اعمل استثناء للشخص ده واللي عبقريته ما تقلش اي حاجة عني انا شخصيا. وسط انشغال بطلنا بعملية التبريد بيطلع له النظام وبيقول له مبروك وصلت للمستوى الثاني من الدايرة السحرية الثانية. بعد كام يوم وبالفعل بيستدعي لويد الزعيم وابنه عشان يدخلوا التلاجة، وبيكونوا هما الاتنين في حالة انبهار تام من اللي شايفينه، وبيسألوا لويد ازاي عملت المربع التلج الفاجر ده يا عم الجامد ده. لويد بيقول لهم ما تشغلوش بالكم بالتفاصيل وخليكم في التدريبات بتاعتكم، والمهم حاليا بس نركز على وضع العوازل عشان كل حاجة تكون تمام. وسط فرحة الزعيم وابنه واللي خلوا تمرينة اليوم كلها ترايسبس بس، بنشوف لويد بيبص لجابر بخبث وبيقول له العباقرة الناجحين بيبدأوا المشاريع ويفكروا بعدين، مش كده؟ قول لي مش كده؟ تحت ضغط كلمته بالفعل جابر بيعترف وبيناديه بالعبقري الفاجر. بعد نهاية الموضوع ده واخيرا بيروح لويد يستلم ال 120 عامل. اكاش بيقول له بعيدا عن العقد اللي كان بينا يا صديقي، فانا الصراحة ما كنتش مصدق انك هتقدر تخلص الشغل العظيم ده، لكنه بما انك خلصت وخلاص فلازم نظهر لك احترام وامتنان كافي يليق بجمدانك. عشان كده فمن النهارده انا بعلن ان عائلة فرونتيرا والقبيلة بتاعتنا اخوة رسميا، واي حد يحاول يهاجم فرونتيرا اي وقت هيبقى كأنه هجم علينا بالظبط. رضا اكاش وقبيلة الاوركا عن لويد بيمنحوه 100 نقطة زيادة، وعشان كده بنشوف حماسه في السماء وبيقول لهم تحيا قبيلة الرمل والحديد. بعد رجوع ابطالنا من الرحلة الطويلة كانوا المواطنين كلهم مرعوبين، وده منطقي يا صديقي لانهم معاهم 120 اورك ودول وحوش المفروض. لويد بيقول مش هينفع اسيب الوضع على الحال ده ولازم اعمل اعلان رسمي عشان ما حدش يعامل الأورك وحش. حكاية هزيمة لويد لسحر الظلام بتنتشر في كل مكان بسرعة الصاروخ، ومنها بيحصل على 300 نقطة علاقات بفضل إعجاب السكان بشجاعته. بالنسبة لحوار معدات التدريب بتاعة الأورك فالحاج قال إنه هيهتم بيها، وكل المهم بالنسبة لنا حاليا هو إزاي هستخدم أدوات السحر. لويد مش فاهم معظم الحاجات دي بتعمل إيه وعشان كده بيفتح كتاب السحر. الغريب إن علامات وشه بتتغير مرة واحدة وبيسأل نفسه إزاي ده ممكن بس يا ناس، وبعدها بيطلع يجري بسرعة وبيطلب من جابر يهتم بتنظيف المكان. فور دخول لويد للمنجم بيبدأ يصرخ بصوت عالي وبينادي على توريس. توريس العبد بيطلع وبيقول له ائمرني يا سعادة البيع، فيها حاجة ولا ايه؟ لويد بيقول له انا عندي اخبار جامدة بفتيكة ليك. فاكر حوار الشغل لمدة 520 سنة اللي كان في العقد بتاعك؟ الحوار ده كان عبيط الصراحة ومش منطقي لان مفيش بشري بيعيش كل ده، عشان كده فانا جاي اليوم اقول لك انك مش محتاج تتعب نفسك وتكمل شغل كل ده. اصل انا لقيت الحل خلاص وهحولك لغولة وهتحكم فيك من بعيد خليك تشتغل على طول. يا اسطى ايه رايك تحب نبدا التجارب ونجرب مفعول ولا نستنى عليك شويه عشان شكلك دلوقتي مشغول؟ لويد بيلاحظ انه عمال يبتسم ويضحك ولكن مفيش اي رد فعل من توريس، فبيتعصب وبيقول له مش عارف ليه حاسس ان انا الوحيد اللي فرحان. لو مش فرحان زيي يعني يا اسطى قول لي ولا حاجه. توريس بيقول له ازاي بس مش فرحان يا باشا؟ انت مش شايفني بضحك اهو، دموع الفرح اهي في عينيا مش شايفها؟ لويد بيقول له هي دي الروح اللي انا عايز اشوفها دايما يا غول باشا. النظام فجأة وقتها بيطلع وبيقول له جاي لك عرض تنضم لجيش الشياطين ومن الملك نفسه كمان، لكن لويد بيفتكره بيهزر بس وبيكمل ماشي زي ما هو والفرحة مالية وشه. لما بيرجع لويد القصر بيقابل الخادمة واللي بتقول له ان ابوه في غرفة الاستقبال، والسبب في كده ان في زيارة حاليا من شيلو ولطفي بتوع الديون. وش لويد كله بيتحول وبيملاه السعادة وقتها وبيقول دوري جه يا ولاد اللذينة. جوه الغرفة بقى بنسمع لطفي بيكلم البارون وبيقول له زي ما انت عارف في اصل القرض نفسه لازم يتم دفعه على مرة واحدة، لكننا هنعمل لك عرض فاجر من الاخر بحيث تقدر تدفع منه 10% بس المرة دي لو حابب. طبعا مفيش حاجة ببلاش زي ما انت عارف يا ابو القراريك، ولو عايز العرض بتاعنا لازم تتنازل عن حقوق المنجم في الحال. وسط ما كان اركو بيفكر في العرض العبيط بيتفاجأ بلويد بيخبط على الباب.
لويد بيدخل يرحب بالضيوف كويس وكأنه ما خلاهمش يدخلوا الحمام في أماكنهم المرة اللي فاتت. لطفي بيتعصب لما بيشوفه وبيقول له احنا معانا الإذن اهو المرة دي، عشان لو حاولت تقل معانا فالمحكمة مش هتسيبك. لويد بيقول له ما تخافش يا جدع، أنا عارف إنك شخص ذكي ومش هتيجي من غيره بعد اللي حصل، لكن المشكلة إني سمعت العرض بتاعكم بالصدفة وعندي عرض أحسن منه. لطفي بيحاول يقول له مش عايز أسمعه، ولكن لويد بيكمل بالعافية وبيقول له احنا هندفع أصل القرض على دفعات جنب الفايدة اللي هتتخفض برضه. بانفعال شديد لطفي بيقول له ما تنساش نفسك وتكلمني كأني صاحبك يلا، لما أقولك مش عايز أسمع يبقى تبطل تتكلم في الحال. لويد بابتسامة خبيثة بيرد عليه وبيقول له يعني اروح امك تدخل بيتي وتهبد وانا مطلوب مني اسكت؟ من ورا لويد بيظهر مهروش اللي الغضب ماليه وبيقول مين ده جرى يزعل صاحبي لويد؟ ظهور الأورك قدامهم بيخليهم يعملوا نفس رد الفعل بتاع بقية البشر. مهروش بيقول لهم أي حد يزعل عيلة فرونتيرا هيبقى زعلني، وبالتالي فقبيلة الحديد والرمل كلها هتهاجمه فورا. لويد بيقول له خلاص يا اسطى هدي أعصابك. ما هو ما فيش حد يجرؤ يزعلني مش كده برضه يا لطفي؟ لطفي ده اللي بيكلمه مش بيكون عارف يرد عليه أساسا من الخوف، وعشان كده لويد بيكمل كلامه. بيسأل لطفي ايه رأيك في كلامي وعرضي يا نجم، بس فكر كويس قبل ما ترد، أصلك لو رفضت العرض هتزعلني وانت طبعا مش عايز تعمل كده صح؟ وسط كلام لويد ده بيكون مهروش واقف جنبه بيسأله مين مزعلك فيهم. الرعب اللي حاسين بيه بتوع الضرايب بيخليهم يوافقوا على كل حاجة وبيطلعوا يجروا بعدها. لويد بيقول لابوه كان نفسي الغي القرض خالص، ولكني لو عملت كده هتحاكم لانها هتعتبر جريمة تزوير، بس مش لازم تخاف خالص يا عم الحاج لان الشغل بيدخل فلوس ملهاش حل حاليا. المشكلة الحالية دلوقتي واللي هحتاج فيها مساعدتك يا حاج اركو هي الاكل. ما هم الأورك اللي بيشتغلوا عندنا بياكلوا 10 اضعاف البشر العاديين، ولو ما حلناش مشكلتهم الغذائية فمش بعيد الديون اللي علينا تزيد اكتر كمان. لويد بيفتكر اللي حصل لما بدأوا الأورك شغل في المناجم لأول مرة وكانوا شغالين هناك بشراسة ملهاش مثيل. ده واحد منهم حتى فضل شغال أكتر من 24 ساعة فاستدعوني العمال بسرعة. محاولاتي كلها في الكلام معاه عشان يرتاح فشلت، وده اللي خلاني اضطر اخلي العمال يبعدوه بالعافية رغم ان انتاجيتهم اعلى من البشر ب10 اضعاف او اكتر. الا اني لما سألت مهروش على الفلوس قال لي ملهاش لازمة عندنا. مهروش بيكمل بعدها بان مفيش حاجة مهمة عند الأورك غير الأكل والتمرين، وبما انهم بيتمرنوا حاليا فكل المتبقي هو الاكل وبس. في الحاضر بقى لويد بيقترح على ابوه زياده الضرايب بشكل كبير. الفلوس دي هنحتاجها جامد عشان نشتري لحوم الأورك، ومع الوقت هنقدر نخفضها تاني بفضل ارباح المنجم والاندول الكبيره. اركو بيقول له الامر مش بسيط كده يا ابني لان رفع الضرايب هيزعل السكان وممكن كتير منهم يسيبوا شغلهم ويدخلوا في اضراب كمان. لويد بيقول له انا عارف الكلام ده كله كويس يا عم الحاج ولكنك فهمتني غلط. انا اقصد ان احنا نخلي الشعب كله يعمل فلوس كتير قوي لدرجه انهم ما يبقاش عندهم مانع من الزياده اللي هتحصل لان صافي ربحهم هيزيد عن الاول. الحوار ده هيحصل عن طريق تخصيب الاراضي الشماليه المنسيه وتحويلها لارض زراعيه ملهاش حل في اي مكان. بمجرد ما نعمل كده هنمنح الاراضي دي للفلاحين عشان يزرعوها وبعدين هنرفع الضرايب فحت، ولكن محدش منهم هيعترض وقتها اكيد. ولحد هنا بقى بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايكات الكبيره والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.